بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن خلال شبكة السلام الفضائية يطيب لنا ويسعدنا أن يتجدد اللقاء مع برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. في بداية هذا اللقاء يطيب لنا أن يكون الترحيب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. المشاهدون والمشاهدات الكرام، في هذا اللقاء موضوعنا حول تراحم الخلق. هذا التراحم الذي يدل على الرحمة التي هي رقة وإحسان، وهذا التراحم بين الخلق الذي يعني التكاتف ويعني التواصل ويعني قضاء الحوائج بما يقتضيه المقام، فهو شأنه عظيم، ويحقق هذا التراحم اللحمة الاجتماعية والصلة الإيمانية بين الخلق كافة. وحول هذا الموضوع بإذن الله تعالى يكون لقاؤنا في محاور عدة، حتى إن شاء الله تعالى تكون هذه الرحمة والتراحم محققا للمقاصد الشرعية التي يمتاز بها هذا الدين الحنيف. في بداية اللقاء دكتور، لو تكرمتم لنعرف هذا التراحم بين الخلق مضموناته ومعانيه، حتى يكون هذا إن شاء الله مدخلا لهذا اللقاء. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرحمة هي من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى، حيث الصفة التي تكاد تكون أوسع الصفات وتعمل في جميع الأحوال ولجميع الناس. يعني كثير من الصفات أو كثير من أسماء الله سبحانه وتعالى قد تعمل في البعض دون البعض، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى هي التي وسعت كل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ولما كانت رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الاتساع، فقد جعل الله سبحانه وتعالى وصف الاستواء الذي هو استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه دائما ما يأتي مقرونا باسم الرحمن. الرحمن على العرش استوى. ولما كان العرش أعظم المخلوقات إحاطة بهذا الوجود، كانت صفة الرحمة أليق به، أن يكون صفة الرحمة أقرب إلى أن تكون بهذا الاتساع. ونحن نعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف أن السماوات والأرض وضعها في الكرسي، وكيف الكرسي وضعها في العرش. فسعة هذا العرش العظيم الذي يبدو فيه السماوات والأرض والكرسي كحلقة في فلاة، فلك أن تتصور رحمة الله سبحانه وتعالى التي هي أوسع من هذا المخلوق اللي هو العرش. ولما كانت أهمية الرحمة اللي هي الرأفة والشفقة والإحسان والتفضل على الآخرين وإرادة الخير للغير، ما كانت هذه الصفة يعني بهذه المكان وبهذه الأهمية، نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى سمى بها نفسه، فهو الرحمن الرحيم، ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل متصف ومسمى بهذه الصفة، فهو رحمن رحيم، يتصف به صفة الرحمة، مسمى بالرحمن ومتصف بالرحمة. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، ووصف كتابه كذلك بذلك، أن كتابه وصفه كذلك بأنه كتاب رحمة. ووصف أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع هذا الكتاب أيضا بالرحمة، في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن هنا تلاحظ بأن هذه الصفة لها أهمية كبيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في القرآن الكريم فإن مفردة الرحمة احتلت مساحات كبيرة جدا في كتاب الله. الرحمة ومشتقاتها، يعني رحمن ورحيم ورحمة،
هذه كلها يمكن تصل إلى 268 مفردة في كتاب الله سبحانه، يعني كآيات تجدها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتحمل جملة من الدلالات. تارة تأتي صفة لله، وصفة لرسوله، وصفة لكتابه، وصفة لأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة تأتي باعتبارها ظلال رحمة الله كالجنة، فالجنة توصف بأنها رحمة، وتارة تأتي للرزق ويوصف الرزق بأنه رحمة، وتارة تأتي للقرآن الكريم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فالقرآن رحمة يطلق الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. وتارة تطلق على الرزق والمطر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين المطر تأتي، أو بين يدي المطر تأتي عملية الرياح. وأحيانا تكون بمعنى النعمة إلى غير ذلك، يعني وأحيانا تأتي بالعطف والمودة والرحمة والشفقة، وأحيانا تأتي بالمغفرة والرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى: أن كتب الله على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. فهنالك الكثير من المعاني على كل، والدلالات تصل يمكن من 10 إلى 12 معنى كلها بهذا وأنت لتتبع المفردة تحتاج أنه في كل سياق لها دلالة، في كل سياق لها دلالة من الدلالات، لكنها كلها لا تخرج عن هذا المسمى اللي هي إرادة الخير للآخر، والإنعام والثواب والشفقة وظلال هذه الأوصاف. فهي في كتاب الله سبحانه وتعالى تأتي بهذا المعنى. تشمل بطبيعة الحال، ونحن نتكلم الآن عن قضية الرحمة، تشمل النفس، نعم، وتشمل الآخر من البشر، وتشمل كذلك عوالم الحيوان، ويمكن أن تشمل كذلك عوالم الأشياء والنباتات. جيد. هذه كلها يمكن أن تشملها إن شاء الله موضوع الرحمة. نعم. بارك الله فيكم على هذا الاستهلال وعلى الربط بمدلولات الرحمة، وأيضا ما أتحفتمونا به من سياقاتها في القرآن الكريم. والحديث حقيقة يطيب، والسنة غزيرة بحقيقة بالأحاديث، جملة من الأحاديث التي يعني أكدت هذه الصفة هذا المعنى للرحمة. فلعل يكون لنا إن شاء الله أيضا إطلالة في هذا الباب. بارك الله فيكم. نعم، حقيقة بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل من أعظم الأحاديث التي كان السلف يحرصون على أن يسمعها الطالب من فم المعلم، وكان تسمى بالأوليات، يعني يقول الطالب مثلا أو يقول التلميذ عن شيخه: أول ما سمعت من شيخي فلان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. سبحان الله، هذه الأولية التي كان السلف يحرصون على أن يأخذونها سندا. وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بالعديد من المشايخ الذين نلتقيه من علماء الحديث، تجد عندما يفتتحون مجلسهم العلمي قبل أن يبدأ معك مثلا في صحيح البخاري وأن تأخذ السند عليه، أول شيء يسمعك هذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ليكون المدخل إلى دين الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة، هذه الرحمة العظيمة. وهذه سبحان الله هذا المدخل الذي يحرص عليه العلماء، سبحان الله تجده نفس المدخل في كتاب الله سبحانه وتعالى. عندما تبتدئ أنت الآن تفتح المصحف، أول ما يقابلك في كل سورة، وسورة الفاتحة على وجه التحديد: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو اعتبرنا بسم الله الرحمن، هنا طبعا الله اسم الألوهية، والرحمن اسم الربوبية، واسم الربوبية يشمل صفة الإكرام وصفة الجلال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فاسم الرحمن يشمل أو جامع لاسم الربوبية. اسماء الربوبية فيها الجمال وفيها الجلال وفيها الإكرام والجمال، فهي شاملة للاثنين. لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى الرحمن المشتمل على صفتين، كان يمكن أن تكون بسم الله الرحمن الجبار، بسم الله الرحمن القاهر، بسم الله الرحمن المنتقم، ممكن. لكن الله سبحانه وتعالى ليش ممكن؟ لأنه اسم الرحمن يحتمل إيه؟ تبارك اسم ربك، ختم سورة الرحمن بعد قول الرحمن علم القرآن، آخر شيء ماذا قال؟ تبارك اسم ربك، هذا اسم الرب. فاسم الرب جل جلاله يشتمل على الإكرام ويشتمل على الجلال. طيب، أراد الله كتابه أن يكون الغالبة فيه صفة الرحمة والإكرام لا صفة الجلال والانتقام، ولذلك قال بسم الله الرحمن، لتكون أنت وأنت تدخل على كتاب الله المرجح عندك هو صفة الرحمة
الرحيم. لذلك حرص السلف، وهذا من فقههم، أن كتاب الله يفتتح بالرحمة، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تبتدع عندهم بالرحمة، فيكون الطالب يختزن بين جنبيه قبل أن يحفظ النصوص، يختزن هذه القيمة العظيمة، وهي قيمة الرحمة، التي من خلالها كقيمة عظيمة يؤثر في من حوله، يؤثر فيهم شفقة، يؤثر فيهم رحمة، يؤثر فيهم اجتهادا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنلاحظ هذا الحديث حقيقة من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن يحفظها الأبناء ويفتتح بها الوالد طفولة ابنه: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه سبحان الله هذا الربط بين أول الإخبار: الراحمون يرحمهم الرحمن، يعني كل من يرحم فالله يرحمه. ثم قال لك: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، بأن الرحمة التي تمارس في الأرض ستتجاوب معها رحمة السماء. هذه مسألة مهمة جدا، بمعنى وأنت ترحم الخلق تدرك تماما بأن الله سيرحمك لأنك رحمت خلقه وعباده. كذلك من الأحاديث العظيمة حقيقة في موضوع الرحمة الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن لله سبحانه وتعالى 100 رحمة، قال اختص منها 99 رحمة للآخرة، وهنالك رحمة واحدة يتعاطى بها الخلق جميعا، الإنس والجن والبشر وكل البشرية، حتى الحيوان، حتى الدابة عندما ترفع رجلها، يعني البقرة مثلا لما ترفع الرجل ليرضع أو ليمتص من ثديها ابنها أو وليدها، حينها ستدرك أن هذه الرحمة العظيمة الواحدة كيف أنها شملت هذا الخلق وشملت هذا الكون الفسيح. أيضا من الأحاديث المهمة جدا التي تحث على التراحم، تحث على المودة بين الخلق وخاصة بين المؤمنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا أيضا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه حالة المؤمنين كأنهم كالجسد الواحد، يعني حيثما وجدت مسلم يتألم فأنت تتألم له، حيثما وجدت فئة من المؤمنين مضطهدة مطاردة ملاحقة كذا، أنت دائما تتأذى من هذا الوضع، فتجد مباشرة إما أن تتحرك لهم فيما يمكن أن ينصروا به، وإن كنت عاجزا فأقل ما تفعله أنك والله تدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يفرج عنهم كربهم. فهذا النوع من التواد والتراحم أيضا من الأشياء التي يعني حثت عليها الشريعة. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصفة المهمة، صفة الرحمة، أخبر بأنها لا تنزع إلا من شقي والعياذ بالله. والشخص الذي يكون شقيا، وهذه دلالات طبعا خطيرة جدا، عندما تجد أن الإنسان لا يرحم من حوله، لا يرحم أسرة ولا يرحم كبير ولا يرحم صغير ولا يرحم بهيمة ولا يرحم حيوان ولا يرحم شيء من الناس، هذه للأسف الشديد ستعبر بصورة أخرى أن هذا الإنسان لا يستحق رحمة الله، وبالتالي من لم يرحم لا يرحم. كذلك هذا حديث آخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وحديث آخر: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فإذا كان الإنسان يرحم خلق الله سبحانه فالله يرحمه. وهذه مسألة على كل مهمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى رحمتنا نحن، فالرحمة التي يطلبها الله يطلبها لعباده. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فالإحسان والرحمة والرأفة إنما نبذلها لخلق الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك يكون رحمة الله بنا كذلك في يوم القيامة. أيضا من أشكال الرحمة ومن أنماط الرحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إلا كل رحيم. يا سلام. لا يدخل الجنة. فقال الصحابة رضوان الله: كلنا رحيم يا رسول الله. كانوا يفهمون أن الرحمة بالنفس والرحمة بالأهل، فقال: ليس رحمتكم بأنفسكم وأهلكم ولكن حتى ترحمون الناس. يعني يجب أن تنتقل الرحمة من الرحمة الخاصة بك وبمن حولك من الأقربين، أن تكون راحم بالجميع، ترحم الخلق جميعا. فهذه على كل من الأشياء. أيضا من الأحاديث التي نصت كذلك على أهمية الرحمة ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بني إسرائيل كانت هنالك بغي من البغايا، يعني امرأة والعياذ بالله ليست عفيفة، تعاطى الزنا وغيره، لكنها سبحان الله وجدت كلبا
فسقتهم. وهذا ما كنا نحب أن يعني نؤكد عليه كموضوع. نعم. وهو حقيقة شيخنا الكريم أنه يعني عرفنا في هذه الحضارة الغربية الرحمة بالحيوان، والحديث حول هذا الباب مطولا. وفي نفس الوقت حقيقة نجد أنه ديننا الحنيف الإسلام كان سابقا إلى مثل هذه القضايا، وإلى أنه كما تفضلتم الرحمة شموليتها كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. فحقيقة مفهوم أن الرحمة كعبادة يعني واسع شديد وواسع يعني كثيرا. فنجد يعني موضوع الرحمة بالحيوان، سواء يعني في الإحسان إليه بما تتفضلون به، أو حتى يعني من يحبس عنه يعني، والعقوبة أيضا على من يؤذي الحيوان يعني. فهذا أمر أيضا أن يتجلى لأهل الإسلام من الأهمية بمكان. تفضل. نعم، هو على كل موضوع الرفق بالحيوان هو جزء من موضوع الرفق بالخلق. وإذا أردنا أن نتكلم عن موضوع المساحات التي على كل تتسع فيها مسألة الرحمة، نعم، ستلاحظ أول شيء على الإنسان أن يرحم نفسه، لأن من لم يرحم نفسه لا يرحم غيره. فالرحمة بالنفس هو أن تجتنب كل المهلكات التي تهلك الإنسان في دنياه وآخرته. يا سلام. فهذا من رحمة الإنسان بنفسه. نعم. فالتزام أوامر الله واجتناب النواهي والذهاب إلى مساحات الأمان والفلاح وترك مساحات الخطر التي يكون بسببها الهلاك الدنيوي أو العذاب الأخروي، فإن هذا من أولى الأولويات التي على الإنسان أن يمارسها أول تجاه نفسه. والله عز وجل أمرنا أن لا نهلك أنفسنا. نعم. ومن إهلاك النفوس اللي هو أن تتقاصر النفس عن مواطن الطاعات وأن تسعى إلى مواطن الشبهات والشهوات وغير ذلك. فهذا جانب. فكيف للإنسان أن يرحم نفسه بكل ما هو واجب يؤديه وكل ما هو محرم يجتنبه ويسارع في الخيرات بها. فهذا أول رحمة الإنسان بنفسه. نعم. إذا تشبع الإنسان بهذا الجانب أدى ذلك بطبيعة الحال إلى أن كل متشبع بشيء حاول أن يبثه لنا. لا يؤمن أحدكم لا يؤمن حتى يحب لنفسه حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه. نعم. مش كده؟ نعم. فأنت عندما أحببت الرحمة لنفسك لابد أن تحبها للناس وتمارسها أيضا مع الناس. تنتقل بعد ذلك إلى ممارسة الرحمة من خلال ترحم مع الخلق. نعم. والخلق أشكال. الخلق أشكال، لكن خلينا نقول المستوى الثاني هو التراحم مع الناس. جميل. تراحم مع الناس، والناس أبدأها من الأسرة القريبة. الرحمة بالأطفال ربما تكلمنا فيها. نعم. الأطفال والأولاد والرحمة بهم والشفقة، وهذه كانت لها حلقة خاصة جزاك الله خير. نعم. فهذا جانب يجب أن نستحضره. كيف يكون الإنسان رحيما بأبنائه؟ كيف يكون الرجل رحيما بزوجه أو الزوجة؟ كيف تمارس الرحمة معها وهي بحاجة إليك؟ كانت مرحومة في بيت أبيها فيجب أن لا تكون شقية في بيت زوجها. صحيح. فتمارس أيضا الرحمة في هذا الجانب. أيضا تمارس الرحمة مع الأبوين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فتمارس الرحمة معهم بكل الأشكال، من شفقة، من ود، من تقرب، من عدم رفع صوت، من عدم الغضب عليهم، من تلبية رغباتهم إلى غير ذلك. هذا أيضا مما يدخل في الرحمة بالناس. نعم. أيضا مما يدخل بالرحمة بالناس الرحمة بالجيران، تفقد الجيران والشفقة عليهم وتلمس احتياجاتهم والسؤال عنهم. هذا أيضا مما يدخل في الرحمة. أيضا مما يدخل في الرحمة فيما بين أهل المسجد الواحد. نعم. ويدخل فيها كذلك الإفساح للناس في المساجد والإفساح للناس في حلقات العلم والشفقة بهم. هذا كله أيضا يدخل في الرحمة بالخلق. أيضا مما يدخل في الرحمة بالخلق الرحمة بالفقراء والمساكين وذوي الحاجات. صحيح. هذه مساحات واسعة. نعم. يحتاج حقيقة الإنسان أن يبذل فيها، يكون رحيما بالفقراء، رحيما بالمساكين، رحيما بأصحاب ذوي الحاجات، رحيما بالضعفاء، كل الأشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الرحمة وهذا النوع من الرحمة هو الذي تتنزل به النصرة من الله سبحانه وتعالى. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الرحمة بهؤلاء والشفقة بهم وتفقد أحوالهم مما ينزل رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. أيضا من الأشياء المهمة جدا رحمة الحاكم برعيته. دي برضو من أشكال الرحمة. يعني هنالك رحمة بين العباد وهم في مستوى واحد، وهنالك رحمة ممن هو أعلى على من هو
على ما هو أدنى. ولما نتكلم عن الحاكم سنتكلم عن الموظفين، من المدير مع الموظفين، سنتكلم عن المعلم مع تلاميذه، سنتكلم عن قائد الجيش مع جنوده، سنتكلم عن كل المؤسسات التي فيها رئيس شنو ومرؤوس. كل هؤلاء يتطلبون شكل من أشكال إيه؟ الرحمة. للأسف الشديد بعض الناس يتصور بأن الإدارة هي قسوة، وأنك إن لم تكن قاسيا لا تستطيع أن تضبط الناس، ولكن الرحمة هي المدخل الحقيقي لأن تكسب قلوب الناس، تكسب قلوب الناس. إذن هذا مستوى ثاني اللي هو بعد النفس تأتي المستوى الثاني الناس بأشكالهم وأنواعهم، ثم المستوى الثالث ننتقل إلى عالم الحيوان. عوالم الحيوان كذلك، يعني كيف بعض الناس يقول لك والله كيف ستكون الرحمة بهم ونحن مثلا نذبح الحيوان. هنالك علينا أن لا نخلط بين مستويين، أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الانتفاع بالحيوان، لكن الله لم يبح لنا أن نعذب الحيوان. هذا مستويين. يعني مثلا لا نحبس البهائم عن الطعام، ولا نحبسها عن الشراب، ولا نمارس فيها التعذيب كما يحصل أحيانا. بعض الناس يدخلون البهائم والحيوانات في لعب ربما يكون فيها كثير من الألم وكثير من القسوة بهذه الحيوانات. فمثلا عبد الله بن عمر وجد بعض الأطفال يرمون طائرا من الطيور وكادوا يقتلونه أو قتلوه، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عن ذلك، بل لعن من يفعل ذلك، لعن من يفعل ذلك. فالحيوان علينا أن نرحمه في أكله، في شربه، في الحفاظ عليه، في رعايته، في الاهتمام به. جميل. كل ذلك من الأشياء التي تدخل أيضا في موضوع الحيوان. هنا لا بد أن ننوه حتى في الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبح أحدكم فليرح ذبيحته وليحد شفرته وليرح ذبيحته، فحتى تكون عملية الذبح بشكل سريع لا يتألم فيها الحيوان. هذه أيضا من الأشياء المهمة التي حقيقة في عالمنا. لكن طبعا هنا لا بد أن أنوه للأسف الشديد بعض المجتمعات تغالي في الرفق بالحيوان، ولكنها في نفس الوقت تهمل الرفق بالإنسان. تجد الشخص مهمل أسرته ومهمل والديه ومنفصل عن الأسرة، وربما لا علاقة له بوالديه، وربما أخذ والديه وذهب بهم إلى دور الرعاية وماسك معه كلب من الكلاب ويطعمه ويسقيه، وهذا طبعا انتكاسة في الفطرة. نحن نقول بأن الحيوانات يجب أن ترحم ويجب أن يشفق عليها، لكن يجب الرحمة الأكبر أن تكون لبني آدم وتكون للبشر. فكثير من الناس لا علاقة له بجاره، لا علاقة له بأصحابه، ولكن له علاقة كبيرة جدا بالحيوانات. بعض الناس طبعا بتشد هذه الحالة، لكن هذه فطرة منكوسة. يعني الإنسان يكون رفيقا بالحيوانات، لكن ليس بمستوى أنه يفوق ذلك عالم الإنسان. أيضا مما يدخل على كل استدل كذلك كثير من أهل العلم بأن الرفق ينتقل إلى عوالم الحيوان، أي إلى عوالم النبات. نعم. وذلك فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة. كثير من الأحكام الشرعية لها علاقة بالبيئة، لأن الممارسة السيئة في طريقة التعامل مع البيئة سيؤدي إلى الإفساد بالأرض. فمن الرحمة كذلك بالبيئة أن يتم المحافظة عليها لتكون هذه البيئة سليمة، ولتكون هذه البيئة صالحة كذلك لعيش الإنسان والحيوان فيها. فإذا أفسدت البيئة كأنما أنت لم تمارس الرحمة في هذه المساحة. والله سبحانه وتعالى لما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ذهب بعضهم إلى أن المقصود بها عوالم الأحياء، وقال آخرون بل قد تكون شاملة لكل العوالم. الحمد لله رب العالمين. لما الله عز وجل ذكر صفة العالمين وصفة العالمية معناه كل الأطياف، وبالتالي يدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بعالم الأشجار وعالم الجماد، فلا يكون الإنسان مهلكا للبيئة ومفسدا لها، لأن ذلك سينعكس أيضا بشكل سلبي على وضعية البيئة في حياة الناس. نعم. هذه تقريبا الرحمة بأشكالها ومستوياتها المختلفة. فإذا استطاع الإنسان أو وفق الإنسان لأن يمارس كل هذه المستويات فإنه يكون إن شاء الله قد وفق توفيقا كبيرا. جميل. بارك الله فيك فضيلة الدكتور على حقيقة هذه يعني التجوال في مقامات ومجالات الرحمة
ويعني شموليتها في عالم يعني الخلق، وكذلك في مع الحيوان وحتى أيضا مع النبات. ونحن أيضا حقيقة من ضمن الجوانب التي نحتاج كثيرا لها، وبالذات المربين والمعلمين، وحتى في مجال التحفيظ يعني المقرئين وشيوخ الحلقات، مجال التربية بالخصوص يعني حقيقة مجال هام ومجال يحتاج سواء في البيت كوالدين أو كذلك في التعليم بمختلف مراحله، وخاصة في مرحلة النشء. كيف يمكن أن حقيقة هذه الرحمة تنعكس على يعني من نربيهم ومن نعلمهم، حتى إن شاء الله تعالى تكون هذه أيضا يعني إضاءة لهذه الفئة سواء معلمين أو متعلمين. بارك الله فيكم. لو انطلقنا بس من مفهوم الرحمة وهو إرادة الخير للغير، نعم. هنا ستلاحظ أولى الناس بهذا المفهوم هم الدعاة والمعلمون. نعم. يعني الداعية إذا لم يكن حريصا ومريدا للخير لمن يدعو فلا فائدة في دعوته. للأسف الشديد بعض الناس تجده غليظا في دعوته، شديدا في دعوته، قاسيا في دعوته، لا يحمل معنى الرحمة للطرف الآخر ولا يشعره بذلك. يعني لا بد. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. فالداعية والمعلم لا بد أن يكون مشبع بهذه الصفة، أنه حريص على إيصال الخير، والخير هنا هو خير الوحي، خير النبوة، خير الإيمان، خير الهداية. فأنت هنا تحمل معاني الرحمة كلها، فلا يمكن أن تحملها في إناء من العذاب أو في إناء من القسوة والعياذ بالله. لا بد أن تحملها في إناء يليق بها كذلك حتى تصل هذه الرسالة الناس. للأسف الشديد كثير من الناس من المنابر والمجادلات تشعر أحيانا بأن غاية الانتقام أو غاية الانتصار أو غاية الغلبة أو غاية الظهور تكون أكثر من غاية الرحمة والهداية بالطرف الآخر. وهذه طبعا تحتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا، كيف أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يكون هدفه قبل كل شيء الإخلاص في الدعوة إلى الله، ومنها أنه يريد الرحمة بالخلق. لذلك لما شيخ الإسلام ابن تيمية كان دائما يقول: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هذه كانت القاعدة الأساسية عندهم، أنهم يعرفون الحق بشكل صحيح ويرحمون الخلق وهم يؤدون هذه الرسالة العظيمة وهي رسالة الحق إلى الخلق. فلا بد الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون رحيما بالناس، وأن يكون بالمؤمنين كما قال الله سبحانه عن رسوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بهذه الصفة العظيمة. كذلك المعلم إذا كان هذا في ساحة الدعوة بمختلف اتجاهاتها، وأهم ما يلزم فيها إرادة الرحمة بإرادة الهداية بالناس، وهذا من رحمة الداعية بهم. كذلك المعلم أيضا إذا لم يكن يحمل صفة الرحمة، ومتى ما شعر التلميذ بأن المعلم ينتقم منه ولا يرحمه حينها لن يتقبل منك شيء، بل ستجد هذا الطالب خلاص تتقفل عليه كل أبواب الأخذ والتلقي. فلا بد المعلم أول ما يؤهل نفسه فيه أن ينزع من قلبه أي شكل من أشكال الانتقام أو أشكال القسوة، لأنك لن تستطيع أن تؤثر في الآخر، وخاصة الطفل لن تستطيع أن تؤثر فيه إلا إذا شعر بأنك رحيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه صفته الصفة الغالبة في عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: إنما بعثت معلما. فالمعلم أهم صفة فيه أنه يحمل صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي صفته أنه رحمة للناس. فهذه حقيقة من القضايا المهمة جدا جزاك الله خير، يعني على الإنسان أن يمارسها مع كل من يحتك بهم في ساحات التعليم. والرحمة هنا طبعا تأخذ أشكال عديدة: رحمة في إلقاء المادة، رحمة في الاستماع إلى الطالب، رحمة في الحرص على أن تعطيه أكبر وقت، رحمة إلى الاستماع لمشكلاته أيضا إذا كانت له مشكلات، رحمة في أن تحل هذه المشكلات إذا كنت قادر على حل مشكلاته. هذه كلها من القضايا التي تدخل إن شاء الله في موضوع الرحمة. وأتوقع لو أن التربويين أخذوا هذه الصفة الكبيرة اللي هي صفة الرحمة في تعاملهم مع تلامذتهم سيكون هنالك مجتمعا معافى إن شاء الله. بارك الله فيكم على هذا الإيضاح الجميل. أيضا ونحن نقلب حقيقة مجالات هذه الرحمة ويعني التعامل فيها مع الخلق،
نعيش في واقعنا اليوم التداخل بين يعني حقيقة يعني المجتمع المسلم قد لا يكون كله مجتمع خالص مسلما، قد تكون هنالك يعني أصحاب الديانات الأخرى المسلمين والكفار في تداخل في مختلف يعني بحكم العولمة أو يعني الحياة المعاصرة اليوم تجمعك مع يعني من هذا النوع من الناس. وحقيقة أن نفهم يعني هؤلاء أيضا يعني ما يمكن أن نعاملهم به، يعني هذه الرحمة هل هي خاصة لمن أنت صاحب المسجد لمن يصلي معك للمسلم بس هي خاصة، أم حقيقة هي أيضا مما ينبغي أن تكون مبذولة؟ وكيف أن ديننا حتى يعني في الزكاة مثلا جعل يعني للمؤلفة قلوبهم بالمال، جعل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل يعني يأتي لليهودي ويزوره ويكون ربما هذا من السبب إسلام هذه المعاني أيضا في التعامل مع عموم أصحاب يعني حتى غير المسلمين نحب أن نعطي عليها وقفة. بارك الله فيكم. هو قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هي حالة شاملة على كل، نعم. تشمل المسلمين وغير المسلمين، تشمل الكفار. يخرج بعد ذلك منها من أراد أن يكون متأبيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كذلك الموقف من الإسلام، أحيانا بعض الكفار تجده يسالم المسلمين ولا يعاديهم ولا يحمل في وجههم السلاح ولا يعمل على تشويههم أو على الصد عنهم ولا يعمل على تقويض سلطانهم وكيانهم، يعيش بينهم. فهؤلاء الذين يسالمون المسلمين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم إلى آخر الآيات. فهو أنت في هذه الساحة، ساحة البر، ساحة العطف، ساحة الرأفة، بطبيعة الحال ستتعامل مع كل من حولك من أهل السلم. نعم. من أهل السلم في هذا المجتمع. وأول ما ينبغي أن تمارس فيه الرحمة أن تحرص على هدايتهم. صحيح. نعم. هذا أعظم رحمة، يعني أعظم رحمة أن تخرجه من الشقاء الدنيوي والأخروي إلى ساحة الإسلام. فهذه أول رحمة، أنك والله كثير من الناس للأسف تجده مع غير المسلمين لا يباشر الدعوة ولا يدعوهم إلى الإسلام ولا يبين لهم ولا يعطيهم رسالة ولا ينصحهم في مستقبلهم، فتجد ما شاء الله عايشين سنين مع بعض يقول لكم نحن ما شاء الله أمورنا طيبة. هذا ليست من الرحمة. أول رحمة نعم. أن تسعى لإنقاذهم من النار والعياذ بالله. هذا أول شكل من أشكال الرحمة بالكافرين الذين لا يؤمنون به. الشكل الآخر كافة أنواع الإحسان، سواء في زيارتهم عندما يمرضون أو في الوقوف معهم عندما يحتاجون أو في مساندتهم إذا كانوا مثلا بحاجة إلى مساندة أو في معونتهم إذا كانوا بحاجة إلى إعانة. كل ذلك يدخل في مفهوم الرحمة الذي نتكلم عنه. ولذلك هي ليست مخصوصة فقط صحيح قد تكون للمسلمين حقوق أكبر فيما بينهم بحقوق عقد الإيمان، لكن هنالك العقد العام الذي يشمل المسلمين وغير المسلمين داخل المجتمع الإسلامي، فأنت على كل في هذا الاتجاه. وربما ستجد أحيانا قد يكون الكافر هذا نفسه داخل معك في البيت، قد تكون عندك امرأة غير مسلمة وأنت زوج لها، فكل أشكال الرحمة بهذه الزوجة ستكون بالنسبة لك موجودة وستقوم بها بطبيعة الحال. فعلى كل موضوع الرحمة هو موضوع واسع يشمل كما تفضلت، إلا من كان محاربا. جميل. من كان محاربا للأمة، من كان حمل السيف عليها، هذا ليس له من الرحمة إلا القتال، والقتال نفسه فيه كف لشره وكف لاستمراره في ذنوبه وفي معاصيه. نعم. بارك الله فيكم على هذا الإيضاح. حقيقة في آخر محورنا في هذا اللقاء، يعني الحياة المعاصرة قد حقيقة ربما في بعض سلبياتها يعني تقلل لدى يعني المسلم يعني هذه الرحمة، وربما الإنسان قد يشعر بشيء من القسوة أو بشيء من حقيقة ضعف وازع الرحمة. معالجة لهذا الحقيقة الأمر مما يساعد حقيقة على أن الإنسان يتفقد يعني نفسه ويتفقد إحياء هذه القيمة، قيمة الرحمة في نفسه بين حين وأخرى، حتى حقيقة يكون يعني لا يحرم نفسه من بركات هذه الميزة وما يعني تنتجه من آثار حميدة في حياة الإنسان الخاصة أو العامة. نعم. طبعا كما تفضلت للأسف الشديد يعني واقعنا المعاصر يحمل على
التحلل من كثير من القيم الفاضلة، يعني المادية الطاغية في الناس، الحداثة التي اجتاحت الكل، منطق الدولة الضاغط، نعم. الضرائب، المكوس، الإجراءات، يعني تجد الإنسان سبحان الله في كل الخطوات التي يراها لا يرى شيئا يدل على الرحمة، قدر ما يرى هنالك قسوة هائلة جدا، قسوة في المعاملات المالية، قسوة في السلطات، قسوة في التعليم، قسوة في الصحة. هذه بطبيعة الحال ينعكس، لأنه كما يقول الإنسان ابن بيئته. نعم. فهذا الطفل أو هذا الشخص الذي نشأ في بيئة كلها قسوة، أنت لا تتوقع منه أن يكون رحيما، بل بالعكس قد يكون قاسيا جدا. ولذلك سبحان الله الشريعة تعمل معك في اتجاهين، تعمل معك في اتجاه الإيمان وتعزيز الإيمان، نعم. وتعزيز القيم، قيم الرحمة، قيم المودة، قيم الرأفة، قيم كذا، من ناحية قيمية تخليك تغرس فيك كثير من القيم، ثم في نفس الوقت في حركياتها أو في أحكامها التشريعية أيضا تسعى معك لأن تكون حالة الرحمة متجلية بين الناس، فتجعل والله تماسك الأسرة وترابطها والقيام بواجباتها والقيام بتكاليفها من قبل الأب سينتج ابنا سويا، لأنه عاش جو شنو؟ عاش جو رحمة داخل البيت. جميل. لما ينتقل هذا الطفل إلى المدرسة ويعيش أجواء الرحمة بين معلميه وبين التلاميذ وبين الأصحاب، سينتقل ذلك أيضا إلى الحياة العامة، وهكذا. فنحن حقيقة بحاجة إلى أن تكون سلسلة الحياة التي نعيش فيها، سواء كان البيت، الشارع، المسجد، النادي، المدرسة، حتى الإعلام وهو يبث للناس، يجب أن يبث قيم كلها تعزز هذا الجانب. للأسف الشديد كثير الآن مما نشاهده مثلا في عالم المسلسلات أو عالم الدراما كما يقول، والدراما اليوم صارت مؤثرة جدا، ما الذي تغرسه في الناس؟ الذي تغرسه في الناس إنه والله الأقوى يعيش والأضعف لا مكان له، وبل بالعكس تحاول أن تعزز فيك إن كنت متعاطفا مع الناس فأنت غبي ولا تفهم شيء. هذه الصورة للأسف الشديد التي تكرسها المادية تكرس في نهاية المطاف، إنه بل بعض الفلاسفة يصل إلى مستوى والعياذ بالله من الغربيين الآن يقول لك لماذا يعيش أصلا الضعفاء، ولماذا يعيش الفقراء، ولماذا يعيش من لا يستطيع يتعالج في المستشفيات الراقية مثلا؟ ليش والله تتكفل الدولة بمعالجة الناس وإعانتهم؟ هذا السيستم هذا النظام الرأسمالي المتوحش الذي يغرس في الناس الجشع والاحتكار والقسوة وحب الذات وحب الأنا، ولا علاقة له بأي شكل من أشكال الرحمة. هذه بطبيعة الحال أيضا نحن بحاجة إلى منظومة متكاملة بطبيعة الحال تبدأ من الأسرة وتنتهي بالنظام السياسي العام حتى تتجلى فيه الرحمة. وهذه سبحان الله أسف الشديد ربما يخطئ فيها حتى كثير ممن تتاح له فرصة إن والله يحكم بلد إسلامي ولكنه لا تظهر فيه عملية الرحمة، والناس يشعرون معه بإيه؟ يشعرون معه بالقسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فاشقق عليه، فكأنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك والله إذا كنت في أعلى قمة السلطة مارس الرحمة، إذا كنت في أدنى سلم السلطة على مستوى فقط أنت وأسرتك مارس أيضا إيه؟ مارس الرحمة. على المستوى الشخصي بينك وبين نفسك مارس أيضا الرحمة، وهكذا حتى تعيش إن شاء الله الحياة بشكل جيد. هذا على كل نحتاج فيها إلى مؤسسات تعليمية تغرس هذه المنظومات القيمية، نحتاج فيها إلى أدوات أيضا تعمل في تغريس، يعني ما ممكن المدارس تعلمك الرحمة وتخرج إلى الخارج السلطات تعلمك القسوة. هذا تناقضات، واحدة من تناقضات يعني السلطات تريد مثلا منك أن تخرج شخصا سويا، ولكن كل الممارسات التي تمارسها هي أن لا تكون أنت شخصا سويا من خلال سطوة السلطة وممارسة التوحش في الناس يعني. فهذه على كل نحن محتاجين كما تفضلت إلى مراجعة كثير من قضايانا، سواء على المستوى التربوي أو على المستوى الإعلامي أو على المستوى السياسي والتشريعي أو على المستوى نظمنا السياسية والاقتصادية. نعم. في ختام في ختام لقائنا هذا نأمل أن نكون إن شاء الله تعالى استفدنا وعشنا مع هذا الموضوع الهام. بإذن الله تعالى تكون هذه الرحمة المشاهدون والمشاهدات الكرام حية في تعاملاتنا، حاضرة في معاملاتنا، وما يتعلق بصلتنا بمختلف شرائح
المجتمع من البيت إلى مكان العمل إلى الشارع إلى كل ما يربطنا بكل المقتضيات التي عشنا فيها مع هذا الموضوع في البيئة، مع الإنسان بشكل أوسع، مع الحيوان. هذه الرحمة صفة حقيقة مهمة، وصفة تكون بإذن الله يعني آثارها إيجابية عليك أنت كفرد قبل غيرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونشكر لكم حسن الاستماع، ونشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان ما تفضل به، ناملين أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم على خير دائما وأبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.